لو حضرتك بتعاني من ارتجاع مريء، اوعى تفكر ان ارتجاع المريء ده ليس له علاقة بالصدر. بالعكس، ارتجاع المريء بيأثر جدا جدا على الرئة. اول حاجة ممكن يعملها في الرئة، يعمل لنا كحة مزمنة، كحة شديدة جدا وعنيفة جدا وبتتعب الشخص جدا، وبتيجي بالليل بالذات بدون اي سبب في الرئة. تاني حاجة ممكن يعمل لنا التهابات متكررة في الرئة. بسبب ايه؟ بسبب المايكرو اسبيريشن او الشرقة في الحمض بتاع المعدة. الحمض بيرجع من المعدة للمريء لعند الحلق، وبعدين يخش في القصبة الهوائية على الرئة. لما يخش في الرئة يعمل لنا التهاب في الرئة. تالت حاجة ممكن يعمل لنا تمدد شعبي من الالتهاب المتكرر، وتمدد الشعبي ده حاجة خطيرة جدا. لو عايز تعرف ايه هو، خش على الفيديو بتاع التمدد الشعبي. رابع حاجة ممكن يعمل لنا تليف في الرئة، يعني الرئة تبوظ، والتليفات الرئوية برضو عامل لها فيديوهات. برضو ممكن يعمل اكسسربيشن او تفاقم لاعراض الحساسيه، لان الحساسيه بنقول عشان تسيطر على الحساسيه لازم تكنترول كوموربيديتيز او الامراض المصاحبه زي الضغط والسكر والارتجاع والافرازات الخلف انفيه. فالارتجاع مهم جدا في حساسيه الصدر، برضه لازم تظبطه. وفي عامل بيعمل حساسيه وارتجاع اللي هو السمنه. اللي عنده سمنه وبقى عنده ارتجاع وعنده حساسيه، الحساسيه بتتعمل من السمنه والارتجاع بيتعمل من السمنه، والارتجاع بيزود الحساسيه. فلازم تكسر الحلقه دي وتنقص الوزن بالذات في الخصر او في الوسط. برضه ممكن يعمل صعوبه في النفس، تلاقي الشخص مش قادر ياخد نفسه وصدره بيوجعه من الحراره او الحرقان اللي في المريء او في منطقه الصدر. برضه ممكن يعمل افرازات بلغم مستمره، كل يوم الصبح تلاقي فيه بلغم كتير في زورك او في صدرك، ده ممكن يحصل من ارتجاع المريء. عندك برضه التهابات الحنجره وبحه الصوت ومشاكل في الصوت والنحنحه والوجع في الزور، ده ممكن يحصل بشده وبكثره جدا مع ارتجاع المريء. ممكن تحس ان في حاجه واقفه في زورك مش مخليك قادر تتنفس ولا قادر تاكل ولا قادر تشرب، تحس ان في حاجه غريبه مزعجه واقفه لك هنا، دي برضه ممكن تحصل من ارتجاع المريء. شفت بقى ان الارتجاع ليه علاقه وثيقه بالصدر؟ لو الفيديو ده فادك ممكن تبعته لشخص عنده ارتجاع بيعاني من كحه او اي مشاكل في الصدر، وتقول له ان علاج الارتجاع هيحسن معاه امراض الصدر. والسلام عليكم.